اجيو تسمعوا الصوت ديال الجن وهو كيهضر من هاد البنت. Noise to a noise. Is anybody there? No. Who's there? Doctor. Doctor who? Well, perhaps Guy, perhaps you've got something to say, son. Yeah. I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I do it for half a minute, I get a sore throat. هذه كتعتبر اقوى قصه تلبس الجن للانسان. فشكون هاد البنت وكيفاش كيدوي منها هاد الجن؟ هاد القصه باغا الواحد اللي يكون عنده قلبه قاصح بزاف لانها قصه مرعبه بزاف. انا مصطفى الاشهب كنقدم قصص حقيقيه اللي كناخذوا منهم عبره. قصتنا غتبدا من سنه 1977 وبالضبط من لندن، من عند هاد السيده سميتها مارغريت في عمرها 45 سنه ومطلقه وعندها 4 ديال الوليدات، 2 بنات و2 دراري. واللي كيهمنا من هاد 4 ديال الوليدات هاد البنت سميتها جانيت وهي بطله قصتنا اليوم. فملي طلقت مارغريت جرى عليها الطريق ديالها هي وولادها وقال لها انا دابا طلقتك سيروا قلبوا فين تعيشوا. وفعلا مارغريت خدات ولادها وكتقلب فين غتسكن حتى لقات هاد الدار في واحد المنطقه سميتها انفيل. سكنوا فيها وعجباتهم الدار وكل شيء بخير وعلى خير. حتى لواحد الليله مع 10 ديال الليل مارغريت قالت لولادها سيروا تنعسوا لانكم فيقين غدا الصباح للمدرسه. وفعلا كل واحد مشى لبلاصتو. داز غير نص ساعه شويه مارغريت بدات كتسمع الصوت ديال الضحك جاي من الكوزينه. مارغريت هنا تخلعات لان ولادها من المفروض انهم يكونوا ناعسين دابا، وقالت مع راسها يقدر ما جاهمش النعاس وهبطوا للكوزينه باش ياكلوا شي حاجه. مشات للكوزينه طلوا هي معصبه عليهم. ملي دخلت للكوزينه تصدمات حيت كانت خاويه والضو مطفي وما فيها حتى واحد. رجعت نعسات داز غير شويه ديال الوقت بدات كتسمع الغوات ديال ولدها جاي من الفوق. في البلاصه كتجري وطلعت للفوق مع دخلت لبيتهم تصدمات من داكشي اللي لقات الماريو اللي الوزن ديالو 115 كيلو تحرك من بلاصتو. ولادها بربعه مجموعين في قنت واحد وكيغوتوا كلهم مخلوعين. ملي سولتهم وقالت لهم شكون نحرك هذا الماريو قالوا ليها الماريو تحرك غير بوحدو حتى واحد ما قاسو. الام هنا تخلعات وتيقاتهم حيت ما يمكنش شي واحد يحرك هذا الماريو اللي الوزن ديالو 115 وهما باقيين كيهضروا. الماريو تحرك من بلاصتو وهو يرجع تاني لبلاصتو فين كان في الاول. وهنا بداو الشراجم والحيوطه والبيبان كيتخبطوا غير بوحدهم. هنا مارغريت في البلاصه خدات ولادها ومشات كتجري عند جارتهم غير شافتهم وكان باين على وجههم الصدمه والرعب. سولاتهم مالكم؟ ومارغريت جلست معاها وعاودت لها كل شيء من الاول حتى الاخر. في البلاصه الجاره هنا هزت التليفون واتصلت بالبوليس وقالت لهم باللي واحد الشفار دخل للدار ديال جارتي. جاو البوليس فعلا ودخلوا لدارها وفتشوها كلها ما كاين لا شفار لا والو. وهنا البوليس جابوا مارغريت ولادها من عند جارتهم وسولوها شنو واقع وعلاش اتصلتوا بينا وقلتوا لينا شفار. ما كاين لا شفار لا والو. وهنا بدات كتعاود لهم جانيت اش واقع من الاول حتى الاخر. قالت لهم ملي طلعنا مع العشره نعسوا ولكن ما كانش فيا النعاس انا واختي. وفقنا انا وياها وجلسنا فوق الناموسيه وبدينا كنلعبوا لعبه الويجا. واللي ما كيعرفش هاد لعبه الويجا اصلا هي كتستخدم في استحضار الارواح. المهم الموضوع ديالها طويل وانا غير اختصرت لكم. المهم لعبه خاصه باستحضار الارواح. كملت لهم جانيت وقالت لهم حنا شرينا هاد اللعبه شحال هادو عمرنا لعبناها وقلنا هاد الليله نجربوها. ملي جربناها بدات كتوقع معنا حوايج غريبه. وهنا بدا المريو كيتحرك من بلاصتو ومن بعد وقع هادشي كامل اللي سمعتو. لاحظوا باللي كاين واحد الكرسي في الصاله كيتحرك غير بوحدو كيتحرك بحال جالس عليه شي حد. هنا البوليس تاكدوا باللي فعلا جانيت ما كذباتش عليهم وباللي فعلا كاينه ارواح في هاد الدار. وهنا البوليس قالوا لهم خصنا نتصلوا بالكنيسه باش يصيفطوا لينا شي متخصصين في هاد الارواح. ومن داك النهار تشرات هذيك الدار باللي مسكونه بالجن والصحافه تجي تصورهم. واحد الصحافي قال لهم باللي ملي دخلت للدار باش نصورها حسيت بواحد الحراره ماشي طبيعيه وكنت فين ما كنحط شي حاجه وكنرجع ليها نهزه كنلقاها تحولت لبلاصه اخرى. وقال باللي صورت هذيك الدار كامله وملي مشيت للدار باش نجبدوا هذاك التصاور ما كنلقى والو. وكاع الكاميرات اللي كنت صورت بهم ما لقيت فيهم حتى شي تصويره. المهم نكمل لكم. البوليس اتصلوا بالكنيسه وصيفطوا لهم قيس متخصصين باش يشوفوا الدار. جا هذا القيس اللي سميتو موريس ودخل للدار هو المساعد ديالو. دخلوا للدار وبداو كيقلبوا وكانوا كيقراو شي حاجه ولاحظوا باللي هذاك الكرسي اللي في الصاله فيه طاقه سلبيه. كل ما كيقربوا ليه كيتحرك بوحدو ولا غير كيدوزوا من حداه كيتحرك غير بوحدو. المهم اللي سالاو الدوره ديالهم في الدار كامله عيطوا على العائله باش يجلسوا معاهم ويشوفوا واش كاين شي واحد منهم ملبوس ولا لا. ولاحظوا باللي جانيت كانت التصرفات ديالها غريبه. بنت ما كانتش باغا تجلس معاهم ولا تشوفهم. فالقيس هنا تاكد باللي جانيت فيها شي حاجه ماشي طبيعيه وجبد الكاميرات ديالو وشعلهم وجاب جانيت وجلسها قدامه وبدا كيهضر معاها وبدا كيسول في جانيت وكيقول لها شكون انت وعلاش كتعدى على هاد العائله. الاول الامور كانت طبيعيه وجانيت كانت كتجاوب عادي حتى وقعت واحد الحاجه خلعت كاع اللي كان جالس في البيت ديك الساعات. فعلا حاجه كتخوف. جانيت صوتها تبدل وتكلمت بصوت راجل كبير صوت مستحيل خرج من بنت صغيره. سمعوه وتاكدوا براسكم. Is anybody there? No. Who's there? Doctor. Doctor who? Well, perhaps Guy, perhaps you've got something to say, son. Yeah. I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I do it for half a minute, I get a sore throat. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600.
600 divorces. I knew the joke. Many really are there, Margaret. I think so far we've had 10 Right. sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish. هنا موريس بدا كيهضر مع الجن وكيسول شكون انت. جاوبو هذاك الجن وقال ليه انا سميتي بيل وانا مول الدار اصلا. هاد الدار ديالي وعايش فيها من قديم الزمان. واحد النهار كنت واقف في الكوزينه حسيت بالدوخه والصداع في راسي. حطيت يدي على راسي وعيني ملي حليت عيني لقيت راسي ما بقيتش كنشوف. وبديت كنتمشى جنب الحيط حتى وصلت للصاله وجلست على هذا الكرسي اللي كان في الصاله وجلست فيه وانا بوحدي في الدار حتى مت. وما اكتشفوا الجثه ديالي حتى دزت يومين على الموت ديالي. هنا سول القيس موريس دابا انت شنو بغيتي من هاد العائله وعلاش كتعدى عليهم؟ جاوبوا الجن بيل قال لي انا ما بغيت منهم والو هما اللي استدعوني. يعني جانيت اختها هما اللي استدعوه بديك اللعبه ديال الويجا. فموريس ملي سال اللقاء ما صدقش هذا الشيء اللي وقع عليه. اول مره في حياته كيوقع عليه هذا الشيء وكان شك باللي جانيت ممكن تكون غير بدلات صوتها وكتضحك عليهم. وعلى هذا الشيء موريس مشى كيجري عند الابن ديال بيل اللي هو الجن. وبيل كان عنده ولد واحد وكان عايش في بلاصه اخرى بعيد عليه. جلس معاه موريس وسولو قال له على باك كيفاش مات. جاوبو قال ليه كان ساكن بوحده وما عرفناه مات حتى دازتو يومين ولقيناه ميت على واحد الكرسي كان في الصاله. ملي درنا ليه التشريح عرفنا باللي تصاب بالعمى قبل ما يموت وجاتو جلطه دماغيه. وهنا موريس تصدم وتاكد فعلا باللي جانيت ملبوسه بالجن اللي هو بيل. وهنا رجع عند العائله وقال لهم الحل الوحيد اللي عندكم هو تحولوا من هاد الدار وتبدلوها وسيروا قلبوا فين تمشيو وتخليوا الدار لمواليها اللي ساكنين فيها. حيت هو عارف باللي ما يقدرش على بيل لانه كان قوي بزاف وحيت شاف بعيني الحركات اللي كانت كدير جانيت وكانت كتهز للسماء. المهم العائله كلها تحولت لدار اخرى وهذيك الدار باقا مسدوده ليومنا هذا وحتى واحد ما كيقرب ليها. وجانيت باقا عايشه ليومنا هذا وقصه داروا عليها اقوى فيلم رعب في التاريخ. والفيلم سميتو كونغارينغ. كنتو ما عرفتش واش نطقتها مزيان ولا لا ولكن هذه هي صورته. وكنصحك الا ما كانش قلبك قاصح بلا ما تمشي تفرج في هذا الفيلم. من هذه القصه غنعرفوا باللي مولين كان كاينين وكيف ما كنسكنوا حنا الديور حتى هما كذلك ما كيبغيوش اللي يدخل عليهم. لهذا ملي تنعس وكتسمع الصوت ديال الماعن كيتحركوا ولا الشراجم والبيبان عرفوا باللي هما هادو. واش عمرك سكنتي في شي دار وحسيتي بها باللي مسكونه؟